عايزه تبقى الصديق اللي الناس تقدر تعتمد عليه لكل ما يتعلق بحالات الوفاه. working on ان احنا نكبر فيسبوك في دول مختلفه. الله جميل انتربرنور وهكذا، بس قد ايه شغل وقد ايه كل يوم انت عندك ابس اند داونز وكل يوم عندك ستريس وبريشر كتير جدا. انا بالنسبه لي بس حكايه تتاخر دي ككونسبت نفسه هو غلط. انا بقول لمامتي مثلا، بقول لها بصي بقى انا بفكر هبقى حنوتي. انا مش المفروض ان انا ابقى بشتغل في شركه بتقولي اعمل ايه، انا لازم اعمل انا حاجه بنفسي. فانا بعتقد ان اكشلي لما بتبدا حياه جديده هي بتبدا حياتك معاك. ما كانش الوقت مظبوط، فقعدت افكر كتير امتى الوقت اللي بالنسبه لي انا هو ده الرايت تايم. ازاي اكرم الناس اللي بتتوفى عشان اسهل على اسرهم البروسيس دي، وفي نفس الوقت نكرمهم بطريقه صحيحه. بس طبعا ردود الفعل بقى اول ما قلت فعلا انا يا جماعه هسيب امريكا وهرجع مصر وهبقى حنوتي، بابا يبطل يكلمني. ما فيش حاجه سهله، يعني لو حد قال لك الله دي سهله قوي بتعمل 1 2 3 يا سلام. يعني كان كل حد عمل كل حاجه. انت متاكد ان انت سبت الشغل ما اترفدتش؟ طب انا هعمل ايه لو الموضوع فشل؟ طب الدخل بتاعي هيبقى فيه ايه؟ الكلام ده كله. فدي دايما برضو حته تانية، ان انت برضو بتشتغل في مجال انساني. ففي الاخر الشغف هو اللي هيحرك الشخص ده وهيخليه يقدر يمشي المشوار بتاع المسار اللي هيمشيه جديد ده، لان هو مسار متعب مش سهل. جبالة هاي، انت معانا النهاردة عشان انت حد ملهم جدا. انت بعد 16 سنة بتشتغل في جوجل وفيسبوك في سيليكون فالي مع ناس يعني شاطرين جدا في اللي بيعملوه. قررت ان انت تسيب كل دوت وتنزل مصر وتبتدي سكنة اللي هي خدمة تكريم الموتى او الجنازات. يعني من الاخر انت حنوتي شيك. فانا طبعا دلوقتي فخورة قوي ان سكنة ديت في كل الجنازات بنشوف البراندنج بتاعها وبنشوفها في كل حتة. فانا لاني عارفه ان انت ابتديت دوت بعد كوربريت كارير يعني ناجح، حبيتك تكون في محدش قالي عشان تقول لنا ازاي حد ممكن في اي مرحله في حياته يبتدي فكره مجنونه وينجحها بالشكل ده. الاول ثانك يو، ميرسي جدا انك استضفتيني النهارده. 2019 انا كنت بشتغل في كوربريت، كنت بشتغل في فيسبوك وكنت برودكت مانجر مسؤول عن جروث ووركينج اون ان احنا نكبر فيسبوك في دول مختلفة. وكنت بقى لي هناك 5 سنين ونص. وكنت بشتغل على different projects في كل سنة. كان عندي فريق، كنت بروح الشغل الصبح. فيسبوك طبعا فيها دلع كتير جدا، فكنت أول حاجة بروح الساعة 7 الصبح أبقى هناك. كان يبقى عندي جيم سيشن من 7 ل 8، أخلص الساعة 8 أروح أفطر healthy food ببلاش. وبعدين أخش بقى أروح أشرب كوفي، وبعد كده أروح بقى على المكتب بتاعي مع التيم ميتينجز من اول الصبح كده لحد مثلا الساعه 3. وكنت بشتغل على الجزء الاخير كان عباره عن مسجنج على فيسبوك والبيجز عامه. في وقت وانت في الكوربريت لايف بتاعتك كنت حاسس ان انا مش المفروض ان انا ابقى بشتغل في شركه بتقولي اعمل ايه، انا لازم اعمل انا حاجه بنفسي؟ مش قوي كده، بس مثلا في الكارير بتاعي كنت بشتغل على بروجيكتس مختلفه. بس كان ممكن ساعات تلاقي مثلا لما تفكري فيها كده شويه تلاقي ان البروجكت مثلا معينه الجولز بتاعتها او الاهداف بتاعتها هي اهداف بالنسبه لي تعتبر سطحيه شويه. يعني مثلا ان انا نفترض مثلا لو انا في حته زي فيسبوك، صح؟ فبالنسبه لفيسبوك من اهم الحاجات هي قد ايه الناس هتسبند تايم او هيقضوا وقت على البلاتفورم بتاع فيسبوك. ليه؟ لانه ده بيترانزليت لادفرتايزنج، لاعلانات، والاعلانات بتترانزليت لفلوس، وده معناه انه البيزنس هيكبر. فمثلا كان ممكن جزء من الاهداف بتاعتنا ازاي يخليكي تقضي وقت اكتر على فيسبوك، تتفرجي مثلا على فيديوز. فايه بقى اللي ممكن نعمله احنا والفريق عشان نخلي ان اول حاجه ناس اكتر تدخل على فيسبوك وانها تقعد تتفرج على الفيديوز وما تزهقش، وتقضي 55 دقيقه من يومها تتفرج بس على فيسبوك ما تسيبوش تضيع وقت. فكان هدف انا اللي هو ايه، اضيع لك وقتك ازاي. فده كان جزء مثلا من الاهداف اللي اقول ايه ليه انا بعمل ده. اوكي. طبعا بقى كمان قصاده بتدوري على ناس تقعد تكريت كونتنت او تعمل بقى هي الايه المحتوى اللي الناس هتتفرج عليه. فازاي ندور على اكتر ناس هتعمل محتوى الناس تقعد تتفرج عليه يضيعوا اكبر برضو وقت. فكان بالنسبه لي ساعات حبه من الجولز دي او الاهداف دي كنت بحس لما تفكري فيها كده او انت بتتمشي بقى على البحر كده على الهادي تقولي الجول ده مش مهم بالنسبه لي.
فدي كانت الاوقات اللي هو أنا بعمل ايه هنا. طب انت فكرك يعني في دلوقتي بقت موضة قوي، كل الناس انتربرينور CEO كله بقى كل واحد بيبتدي معدي حاجة. ففكرك كلنا المفروض نبقى انتربرينورز، ولا دي مش حاجة لكل الناس؟ يعني في ناس فعلا عندها القابلية دي، وفي ناس أسلم لها انها تمشي في الكوربريت لايف الستريم لاين. هي انا بالنسبه لي هي كومبينيشن من كذا حاجه، يعني ماهيش فيري ستريت فورورد انسر. جزء منها هو بيرسونال، الشخص نفسه، بتعتمد على الشخص نفسه، قد ايه الريسك اللي عايز ياخده والمخاطره، قد ايه هو عنده اصلا حاجه عايز يعملها خاصه بيرسونالي ليه، لانه مش اي حد بيعرف يعني بيشتغل على حاجه، يعني لازم يبقى برضه مرتبط بيها الى جزء كبير منها ارتباط بالشخص نفسه، يعني عشان يقدر يستمر بقى ان هو يعمل الافورت والشغل والمجهود اللي بياخده اي انتربرنور عشان يشتغل. هو الناس ممكن تبقى فاكرها ايه، الله جميل انتربرنور وهكذا، بس قد ايه شغل وقد ايه كل يوم انت عندك ابس اند داونز، وكل يوم عندك ستريس وبريشر كتير جدا. بس الريورد بتاعها انها حاجه انت مهتمه بيها، او حاجه بالنسبه لك انت شايفه ان انت ممكن تكرسي وقتك او حياتك ليها للفتره دي. فهي مش بتعتمد على الشخص بس، كمان حاجه تانية هي بتعتمد على الوقت. امتى يعني امتى ابدا الحاجه اللي انا عايز ابداها؟ ممكن ان انا اقول لك ان انا كنت عايز اعمل اللي انا عايز اعمله ده من زمان جدا، اوكي، بس ما كانش الوقت مظبوط، فقعدت افكر كتير امتى الوقت اللي بالنسبه لي انا كجبله هيبقى وقت ده هو ده الرايت تايم، وده حاجه بيرسونال جدا. طب لو انت مثلا عايز تقول لأي حد نفسه يعمل حاجة، بس حس انه معلش اتأخر، او انه صعب قوي يغير 180 درجة اللي هو بيعمله، يعني ايه هي نصائح البراكتيكال فعلا ان الواحد يفكر فيها او يكونسيدر لو هو فعلا عايز يعمل تغيير جوهري للي هو اوكي، بيعمله؟ انا بالنسبه لي بس حكايه تتاخر دي ككونسبت نفسه هو غلط. ليه؟ اجان انت اب تو يو، يعني انت ممكن تبقى عندك 20 سنه وشايفه نفسك خلاص بقى الحياه بتروح منك وكبيره واو بتاع، او ممكن تبقى 70 80 سنه وشايفه ان الحياه لسه جميله ومشرقه، والله ده انا ولسه ممكن بدري. اعمل بدري جدا. فانا بالنسبه لي هي دايما لسه بدري اوكي، مع ان انا بشتغل في السبيس ده، بس بالنسبه لي انا دايما ببص للنقطه اللي هي ايه المشرقه، الايه الاوبتيمستيك، تمام. فبالنسبه لي حكايه الوقت از irrelevant قوي، تمام. وبس اللي شخص اللي عايز يقعد يفكر ان الوقت فاته هيفضل طول عمره يفكر ان الوقت فاته. فبرضه هي بتحتاج ايه، انه الشخص كده يقعد مع نفسه يفكر يعني بدقه كده، هو يعني ايه الوقت فات ليه؟ طب ما خلاص فات، يعني ار يو دان، انت خلاص خلصت على كده ولا عايز ايه بالظبط؟ فانا بعتقد ان اكشلي لما بتبدا حاجات جديده هي بتبدا حياتك معاك، فبتخليك تبقى، يعني اقول لك لما ابتديت سخنه انا كاني مثلا خدت انت ايه 10 اضعاف الانرجي اللي كانت عندي ورجعت تاني، لان حاجه انا فارقه معايا، حاجه بحب اعملها، انا اكسايتد ان انا اشوف التغيير اللي بتعمله، اكسايتد ان اشوف التاثير بتاعها على الناس، على التيم اللي هكونه، كل ده بالنسبه لي كل يوم هو بيديكي ايه طاقه ايجابيه وطاقه جديده. طبعا مع كل بقى الصعاب والحاجات والهم اللي بتشوفيه طول ما انت ماشيه في الطريق، بس هو حتى لوحده هو عباره عن كانك بتعملي مغامره جديده، فهي بتديك حاجه جديده. انت بتقول ان انت دايما 25 سنة وانا بقول ان انا 18 سنة، ففي رأيك الشخصيات ديت تقدر على طول تبتدي حاجات جديدة من غير ما تخاف وتفكر كتير في التوابع؟ انا بالنسبه لي فعلا اللي هو حكايه لو انا قعدت افكر ان انا عندي كام سنه وبتاع، لا انا ممكن بقى اقعد اقول لي طب ما خلاص بقى، طب ما انا اقضي بقى ال 20 سنه الجايين اعمل كذا وبتاع، بس انا دايما بفكر ان ال يعني الطريق قدامنا كبير، وانت عيشي حياتك بالطريقه اللي عايزه تعيشيها، واتس ا ديسيجن، هي قرار، عايزه تحسي ان انت الله الدنيا جميله وتقدري تعملي حاجات كتيره لسه معاكي وكده، دي قرار وقرار بيرسونال. فانا بالنسبه لي دايما القرار ده معايا، يعني اللي هو لا عادي، لسه بدري. وبعد سكنه هعمل حاجات تانية يعني، ولسه حاجات ثالثه يعني كده. سؤال كمان، انت قررت ان انت تشتغل في مكان، يعني في وظيفة هي إنسانية أكتر من كونها أي حاجة تانية. أكيد ده كان حاجة صعب عليك إن أنت تكون بتتعامل مع ناس وسط حزنها وسط مشاعرها وكده. عايز أعرف لما أنت ابتديت تفكر أنا عايز أعمل خدمة الموتى، أو إن أنا إزاي أكرم الناس اللي بتتوفى عشان أسهل على أسرهم البروسيس دي، وفي نفس الوقت نكرمهم بطريقة صحيحة. لما ابتديت تقول للناس اللي حواليك ان انت بتعمل كده، اكيد كان في ردود فعل غريبة احب اسمعها، وعايز اعرف ازاي ده ما احبطكش. يعني انا كتير بفكر في حاجات الناس اول ما تقول لي الهبل ده، او دي في منها كتير او كده، ده بيبقى له اثر عليا. انت ازاي
ده ما احبطكش؟ بص، اول حاجه انا عامه يعني ما تعرفيني ما بيفرقش معايا الناس هتقول ايه خالص. وبعتقد ان هو يعني حياتك تعيشيها بالطريقه اللي انت عايزاها وتعملي الحاجات اللي انت عايزاها. فانا ما كانش بيفرق معايا، ولكن كنت مهتم اعرف ردود الافعال فعلا. فمثلا كنت اول ناس بجرب عليهم هم اهلي، صح؟ فاجي مثلا اهلي جايين يزوروني بقى في امريكا وبتاع، وقاعدين كده في الليفنج روم، فاقول لها بصي انا بقول لمامتي مثلا، بقول لها بصي بقى انا بفكر هبقى حنوتي. فطبعا عمالين ايه ياخدين بهزار وبتاع وكده، اجيب لهم بقى افلام فيها حنوتي وكده، وانا بص انا عايز ابقى حنوتي. يخرب بيتك كلت الميت. ف... فطبعا ايه الاول بهزار وبتاع وكده، وبعدين يقول لي مثلا طب تفتكر لو هنعمل مثلا حنوتي تبقى الشركه دي اسمها ايه، او مش ما بقولش حتى كنت شركه، المكتب بقى او الحاجه دي تبقى اسمها ايه؟ واقعد برين ستورم معاهم كده بصوت عالي، واليهم بينجيج معايا لانه فاكرين الموضوع هزار وبتاع. وبعد شويه ايه اقول شويه كمان مثلا طب لما جدتي توفت ايه اللي حصل، فتحكي لك بقى عن المأساة اللي حصلت وتصرفنا ازاي ومين عمل ايه وبهننا ازاي ومين ضحك علينا وكل الكلام ده كله. فذن تسمعي ايه المشاكل اللي قابلتهم، وتتاكدي هل دي فعلا مشكله وهل موجوده على طبقات مختلفه من المجتمع وكل الكلام ده ولا لا. بس طبعا ردود الفعل بقى اول ما قلت فعلا انا يا جماعه هسيب امريكا وهرجع مصر وهبقى حنوتي، بابايا بطل يكلمني. او ايه مش بطل يكلمني يعني خاصمني، هو بس كل ما يجي بقى الايه التوبيك ده لما اكتشف انه حقيقي، فكل ما افتح التوبيك يروح هو مكلم في حاجه تانية، افويد. عنده امل ان انت بس مامتي بقى كانت تقعد بقى ايه طب على فكره حلوه، طب ايه ده انت المفروض تعمل كذا، طب ايه ده، فابتدت هي كمان تبرين ستورم وتفكر في ايه البروبلمز او المشاكل اللي هتتحل وتتحل ازاي وهكذا. فده كان الرد الفعل بتاع الاولاني كده بتاع اهلي يعني. انت متاكد ان انت سبت الشغل ما اترفدتش مثلا في الطريق لا والله تعمل ده؟ انا دايما اكيد سالت السؤال ده كتير. انا دايما اول حاجه كنت دايما محظوظ ان انا دايما في المكان الصح وفي الوقت الصح. فمش بقول لك ان انا خطير وذري وفاهم واو وكده، بس انا دايما ايه بعتقد ان في جزء من ان انت ازاي تبقي موجوده في الوقت الصح، بس تحطي نفسك في المكان ده علشان يجيلك الحظ. يعني you have to be ready وتحطي نفسك في المكان عشان تبقي lucky. تمام. وانا دايما كنت بعمل ده. يعني مثلا اجي اروح مثلا اشتغل لما اشتغلت الاول في جوجل، كان ما فيش عرب ولا مصريين ولا اي حاجه خالص، والعربي كان السيرش انجن او السيرش ريزلتس عامه كانت الجوده بتاعتها وحشه جدا. يعني تقعدي بقى لو فاكره زمان بقى مش عايز اقول زمان قوي، بس لو فاكره زمان الناس مثلا تسيرش بالعربي يطلع لك فارسي ويطلع لك اردو وحاجات تانية، ويطلع لك حاجه اسمها المنتديات والكلام ده كله. فانا كنت في الوقت ده واحد من 3 مصريين في جوجل. طيب احط نفسي في المكان ده بقى ازاي صح؟ اروح بقى رحت مثلا قابلت او كان عندنا حفلات كده بيعملوها الفاوندرز والسي او بتاع جوجل وكده، فرحت له قلت له بص انا واحد من 3 مصريين عندكم في الشركه والعربي زي الزفت، وفي 300 مليون طبعا هتجهزي البيتش بتاعك 30 ثانيه طخ 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 في 300 مليون عربي وكل الريزلت طالع وحش وما عندكوش حد هنا بيشتغل عليه، ما تسيبونا اجرب، انا مش خسران حاجه. فدي كانت الانتري بتاعتي ان انا اشتغل في الحته بتاعت السيرش بالعربي وبعديها برودكت مانجمنت للعربي وهكذا. نفس الكلام مثلا في جوجل كنت انا بشتغل في حاجات ليها علاقه بالانترناشونال جروث، وفيسبوك ساعتها كانت عايزه تدخل اليابان، وقعدوا مثلا 2.5 بيحاولوا يخشوا مش عارفين. فكنت انا خلاص بقى اتعلمت قوي ازاي تروح دوله جديده ببرودكت وتكبره وتنميه وهكذا هكذا هكذا لحد ما جت الاوبورتونيتي. ساعتها كنت انا بقى حاطط رجل على رجل وبقرر اشتغل ازاي واشتغل اعمل ايه بالظبط والجوب ديسكريبشن بتاعتي هي ايه. يعني دايما بمشي لما تبقى اعلى نقطه. ففي جوجل مثلا كنت خلاص عملت التيم بتاعنا يعني اشتغلنا على حاجه اللي هي تحسين العربي على الانترنت، وكسبت الاي ام جي اوورد اللي هي الاكزيكتيف مانجمنت تيم اوورد، وعملنا حاجات حسنت جدا من العربي ككونتنت وكريزلتس عامه. بعد كده رحت اشتغلت في ادوبي، ودي ادوبي تعتبر كانت احسن مكان اشتغلت فيه لانه كان المانجر بتاعتي كانت واحده خطيره يعني فيري انسبايرنج وهكذا، اتعلمت منها اكتر حاجه يعني في الكارير بتاعي. وبرضه هناك كنت بقى ايه اتعلمت من اول ما كنت برودكت مانجر صغير كده لحد ما هي علمتني ازاي بقى ايه برودكت مانجر بتاع الميدل ايست ونورث افريكا، وبعد كده ساوث ايست ايجا وحاجات زي كده. وبعديها النقطه اللي بعديها في فيسبوك كان برضه هم اللي كانوا بقى بيعملوا لي ريكروتمنت، وحققت فيها حاجات كتيره جدا منها ازاي نجرو بقى في اليابان. وساعتها بقى قلت خلاص انا تمام كده، يعني لو ايه بقى اللي اقدر اعمله يبقى حاجه فعلا حاسس بقيمتها قوي
ومنها خدت الديسيجن ان انا اموف واعمل سوكنا. طيب الخبرات دي طبعا مختلفة تماما عن اللي انت بتعمله النهاردة. في اي حاجة من اللي اتعلمتها قادر فعلا ابلايت في مجال سؤال بتاعك؟ هايل ده بقى. عمر ما حد سأله لي، بس اكشن انا بستخدم معظم اللي اتعلمته هنا في سوكنا. يعني ايه؟ كتير قوي من الناس ما تعرفوش ان سوكنا بتعمل كل قراراتها وحاجتها او البروجكتس بتاعتها او كل الديسيجنز اللي بنعملها جوه كلها مدروسه على ان احنا بندرس الحاجات، بندرسها، بنتستم، بنجربهم، وبعدين بنبص على الداتا وبنتخذ القرارات بيزد على معلومات مش بالاهواء. يعني مش بنجرب حاجه كده اوت اوف نوير، لا بنبقى عارفين مثلا احتياج الناس هو ايه، فنبدا بيزد على ده نعمل تيست نجربه. لو لقينا انه الناس استخدمته وحاسه ان ده حاجه مفيده بالنسبه لها فبنكمل عليه ونكبره كبروجكتس او كبروجكت او كدايركشن وهكذا. فاحنا decision making هو almost the same، يمكن اكتر كمان انه النهارده في السبيس بتاع سوكنا عشان هو سبيس جديد خالص. فبالعكس احنا ابتدينا كمان حتى نبص ازاي نطور من الداتا او الديسيجن ميكنج بيست اون داتا بطرق مختلفه ومور كرييتيف. جزء مثلا ان انت تعملي تجت ثينجز دان، ازاي تخلي الحاجات تحصل. ان من اصعب الحاجات ان ممكن يبقى عندنا انا وانت افكار كتيره، نقعد نطلع النهارده افكار 100 فكره، بس ازاي تنفذي بقى الفكره؟ مفيش حاجه سهله. يعني لو حد قال لك الله دي سهله قوي بتعمل 1 2 3 يا سلام يعني كان كل حد عمل كل حاجه، بس هي عشان انت تطلعي مثلا عايزه تروحي من نقطه الف لنقطه ب، طيب في 50,000 حاجه لازم تتعمل ولازم تتعمل صح، او تبقي عارفه امتى ايه ده لو ماشيه في طريق قفل يلا نروح على الطريق اللي بعده وهكذا. فبينج ايبل تو اكسكيوت او ان انت تقدري توصلي من نقطه الف لنقطه ب حاجه مهمه جدا في الكوربريت وورلد، لازم تعرفي تاكسكيوت. فدي حاجه تانية. الحاجه الثالثه بقى حاجات تانية خالص اللي هي ايه، ان احنا دلوقتي عايزين نبص بصه بعيده. يعني عادي ممكن احنا مثلا عايزين نعمل سكنه فنفضل نبص البصه الصغيره دي ان احنا هنعمل جنازات فقط، ماشي، بس ماشي ده وات. فعايز تشوفي الموضوع ده at larger scale، فلما تبصي عليها globally طب في الدول التانية بيعملوا ايه؟ طيب ازاي ايه الحاجات اللي ممكن نتعلمها من الدول المختلفة، وايه الحاجات اللي اصلا احنا ممكن نسبق فيها الدول المختلفة عشان بعد كده هم اللي يتعلموا مننا. فكل دي نظرة اعتقد ان هي جت عن طريق الاكسبيرينس عبر السنين بقى في الكارير العادي اللي بتاعي اللي كان بتاع التكنولوجي. طب في وقت بتقعد تقول لنفسك ايه اللي انا بعمله ده؟ يعني عادي كل يوم كل يوم ايه اللي بنعمله ده؟ فعادي يعني على طول بقى انا دايما بعمل لنفسي عادة ري اسسمنت، ايه اهميه اللي انا بعمله كل فتره. بس دايما بتسأل نفسك هو انا اساسا ابتدائي السكنة دي كانت فكرة صح، وانا اصلا ان انا سبت بقى سيليكون فالي والناس الكاليبر ده وبشتغل دلوقتي في حتة تانية، بيبقى عندك اي شكوك في قرارات؟ لا في الاول كان ممكن، يعني اول مثلا سنه لان ما كنتش عارف الناس هيبقى في تراكشن هيتقبلوا اللي بنقوله. طب هل اللي احنا هنعمله ده الناس مثلا هتشوف ان هو valuable؟ طب هل هم هيبقوا willing او يبقوا راضيين ان هم يدفعوا فلوس عليه عشان نعرف نكبره كبزنس؟ كل الحاجات دي كانت بتبقى questions دي. عشان كده 2019 هي كانت كلها بالنسبه لنا عباره عن ريسيرش. فسافرنا مثلا كل 7 دول وقعدنا هنا في مصر نعمل ريسيرش على الارض في كل حته وهكذا. بس برضو كان مفيش داوت اللي هو ايه ده انا عملت قرار خطأ، لانه برضو القرار بتاعي ان انا ارجع مصر واعمل الشركه ما كانش حاجه مثلا ظاهره في يوم وليله. لا يعني في ناس بتفتكر انه ايه ده ياخد القرار وينط كده على طول. لا عادي، من 2013 لحد 2019 مش اللي هو بفكر، لا بدرس. I'm studying the space، بسافر دول مختلفه اشوف بيعملوا ايه، ببص لها من البيزنس سايد، ببص لها من الجروث بوتنشال، ببص لها من طب انا حياتي نفسها هتتغير تبقى عامله ازاي. فكنت برجع مثلا مصر اشوف طب انا هعيش في مصر عايش فين، طب ايه اللي هيخليني اكسايتد كل يوم. يعني كل ده مدروس يعني. بس بقى ايه كل مثلا 3 ل6 شهور، ده اعتقد ده اكسرسايز لازم كل حد يعمله عامه، ان هو يري ايفالويت انا ايه الحاجات اللي بتجت مي اكسايتد، هل انا بعملها ولا ما بعملهاش، والثلاث 4 حاجات المهمين بالنسبه لي دول هل هم اقدر ان انا اوصل لهم باللي انا بعمله حاليا. فدايما بقعد اعمل ري ايفالويشن دي، ودايما بعملها فين بقى؟ بعملها كده وانا بتمشى على البحر.
على الرايق كده ايه الحاجات اللي انا بحب اعملها، هل اقدر اعملها، ايه اللي بيجات مي اكسايتد. فده بروسيس بعمله على طول. في اي حاجة غريبة قابلتك وانت يعني في الشغل بتاعك؟ يا لهوي، كل حاجه غريبه. شفت حاجة يعني ما كنتش متوقعها؟ طبعا لا كتير جدا، يعني من اول بدايه لحد كل يوم بيحصل حاجات مختلفه عن المتوقع يعني. ودي part of the learning و part of ان بتخلينا excited to ان احنا نشوف ايه المشاكل دي نحلها ازاي والكلام ده كله. في حاجات طبعا بسيطه جدا ان انت تكتشفي انه حاجه سهله قوي، انه as simple as ان حد بيبقى عنده حاله وفاه ويروح لحد المقابر يلاقي انه القفل مصدي، ما يقعدوش يفتحوه بقى. تمام، فليه يا جماعه احنا كل الناس بتعذب على القصه دي ازاي؟ فتحليها بقى ان احنا يبقى عندنا طريقه نفتح بيها الحاجات دي ونكسرها ويبقى معانا ريبليسمنت والكلام ده. all the way to ان انت عندك مثلا الطريقه اللي الناس مختلفه بتتعامل بيها في حالات الوفاه. يعني هي برضو حاجه very personal، كل حد ممكن يتعامل ليه علاقه بالشخصيه، بصله القرابه، بالموقف نفسه، صح. وده كمان بقى very interesting لما تبصي له بنظره جلوبال، فتشوفي انه الناس في العالم بتتعامل مع الوفاه بطرق مختلفه بيزد على الديانه بتاعتهم والكالتشر بتاعتهم وثقافتهم وكل الكلام ده. وده طبعا بالنسبه لنا او بالنسبه لي انا عامه حاجه very interesting. عايزاك تكلمني عن الميث او الحاجة اللي هي بتعطل الناس من ان هم يغيروا الكارير بتاعهم، يحسوا انه لا صعب قوي اعمل دوت. اوكي، حلو. انا قعدت افكر في الحكايه دي كتير. اعتقد هي اول حاجه هو مش لازم الناس تغير الكارير، بس هو الجزء المهم فيها ان هو لما الحد بيبقى عايز يغير او يعمل حاجه مختلفه عن الطبيعي اللي هو بيعمله كل يوم. دايما انا بالنسبه لي عامه كنت بفكر فيها بناحيتين. واحد هو الانسرتينتي، اللي هو الناس في حاجه مجهوله، انت مش عارف هتنط اهو في المحيط، ما انتش عارف هيحصل ايه، هتعمل ايه، حاجه جديده عليك وفكره مختلفه وانت عمرك ما اشتغلت فيها وهكذا. طب دايما تقعد تسال طب وليه اعمل كده، ما انا عندي حاجه انا فيها اوريدي مرتاح وكومفورتبل ومتعود عليها وهكذا. فدي اول حاجه. الحاجه الثانيه واللي الناس ما بتقعدش تتكلم عليها كتير اللي هو الفاينانشال فريدم. ان النهارده الناس بتقعد تفكر طب ايه ده، طب انا هعمل ايه لو الموضوع فشل، طب الدخل بتاعي هيبقى فيه ايه، الكلام ده كله. فدي دايما برضو حتة تانية بعتقد انه دايما بتهولد بيبل باك او بتخليهم ما يعرفوش يتخذوا القرارات بتاعتهم. انا بالنسبه لي كانت الحته دي مختلفه سنه ان انا عشان عارف ان انا عايز اعمل سكنه، فابتديت افكر لها من 2013. فكان عندي جول كده ان انا من 2013 بحاول ان انا اشتغل على سايد بروجكتس وحاجات تانية تقدر ان هي توجد لي الفاينانشال فريدم ده. اللي ان هي انا قولها بالعربي فعلا. الفاينانشال فريدم اللي هي يعني عدم الارتباط بالمرتب، ان هو يبقى ده المصدر الدخل الوحيد اللي اقدر اعيش منه. فكنت على طول من 2013 عمال افكر ايه الطرق المختلفة من الدخل اللي ممكن الواحد يعملها ويبنيها الى جانب شغله، علشان هو يقدر يوصل لنقطة يقدر عادي ان هو يعمل اللي هو عايزه من غير ما يبقى قاعد طول النهار يفكر ايه ده، هو انا عندي دخل للشهر ده او لا. فدي كانت حتة دايما بفكر فيها وعارف ان ناس كتيرة بتبقى عمالة تفكر فيها. والحاجة التالتة اللي اعتقد ممكن الناس برضو بتبقى بتأخرهم شوية، ان هما بيبقى عندهم تردد علشان مش عارف هو قد ايه passionate او عنده الايه يعني الحماسة او البرسيستنس. ماشي، الإصرار. الاصرار بقى ان هو يسلك هذا المسار الجديد اللي هو يعمل حاجه مختلفه هو فعلا او هي passionate about، او حاجه هو حاسس ان ده هو عايز يعمله دلوقتي ويغير فيه. سؤال تاني، طيب ايه الخطوة البسيطة او الحاجة الصغيرة اللي ممكن حد خلاص يعني على وشك يا يبتدي يا مبتديش ممكن ياخدها وتحفزه ان هو يكمل؟ هي الكلمه واحده اللي هي الباشن. هو في الاخر شغف. الشغف، عندك شغف على حاجه معينه، هي ايه مش فارق، يعني حاجه انت عندك شغف نتغير منها او تحسنها او تعملها بطريقه جديده او تعملها بطريقه مختلفه، او حاجه هي مش موجوده خالص وانت بتخلقها. ففي الاخر الشغف هو اللي في الاخر هيحرك الشخص ده وهيخليه يقدر يمشي المشوار بتاع المسار اللي هيمشيه جديد ده، لان هو مسار متعب مش سهل.
فلازم يبقى معاك الباشن ده او الشغف ده، هو اللي هيقومك كل يوم كده من اليوم او من النوم. تحس ان انت لسه عندك طاقه، والطاقه دي بتتجدد كل يوم وهكذا. وحاجه تانية بس دي انت ما بتعرفش انت اللي تخلقها، بس هي بتتخلق في البيئه اللي حواليك، هي السبورت سيستم او الناس بقى اللي حواليك اللي هتدعمك نو ماتر وات. مش فارق معاهم انت بتعمل ايه او كذا، بس البيئه المحيطه بيك اللي هتدعمك دي بتبقى برضو مهمه، بس مش كفايه. فالشغف هو اللي بيحرك، البيئه الداعمه دي هي اللي بتساعدك تكمل لما تلاقي نفسك داون. طب والشغف ازاي بتجدده؟ لا هو بقى لوحده يعني آه. ما اضحكش عليك، هو بتبقى صاحيه كده تقولي يا سلام ايه ده، هعمل النهارده حاجه جديده. فالشغف ده اعتقد بيبقى بيرسونال، هو شخصي، وبيبقى نتيجه لتجارب الناس. يعني ممكن تجربتي في الحياه غير تجربتك، الحاجات اللي انا مريت بيها غير اللي انت مريتي بيها وهكذا. فالشغف والشغف على حاجه معينه ده بينبع من التجارب العامه. طيب انت قلت ان الشغف ده مهم جدا، بس انا بتهيألي جزء من شغف سكنة ان انت برضو بتشتغل في مجال انساني. يعني انت كل يوم، غير لما انت تبقى بتبيع صابون مثلا او بتضيع وقت الناس صح. زي فيسبوك، انت صح. اكشلي بتريح الناس في اصعب اوقات حياتها. فانا اكشلي عايزه اتكلم عن الموضوع ده شويه، لان انا كنت محظوظه قوي ان انا كنت جزء من بناء الماركه سكنة او بيلدينج السكنة براند. جزء كبير. جزء كبير، ميرسي قوي انت ثانك يو. وفاكره كويس قوي ان انت كنت فعلا بتعمل كل حاجه بدراسه وامانه رهيبه جدا، من ضمنها ان انت كنت حابب قوي من اول يوم انه يبقى واضح ان انت بتعمل ده لكل الناس all inclusive، سواء الناس دي مسيحية مسلمين، لو مسيحيين بكل طوائفهم. يعني انت درست كل طوائف المسيحيين ازاي بيكرموا الموتى، وازاي بيعملوا جنازاتهم، وايه الفروقات، ودخلت حتى في تفاصيل التفاصيل، ورد عامل ازاي، توابيت عاملة ازاي، الهدايا او الكيب 6 بيبقى شكلها ايه، السيرموني شكلها ايه، مين المسؤولين في الكنيسة، مين المسؤولين في الأسرة، مين اللي تتعامل معاه. فانت فعلا يعني استنفذت دراسة الموضوع دوت. ما كنتش حاسس ان انت يعني شجاع قوي ان انت تخش في حتة بالحساسية ديت في حاجة؟ يعني ما كنتش حاسس الناس تقولك انت ايش فهمك اصلا، او انت ايه اللي جابك هنا، او يعني ازاي تخطيت دوت؟ اوكي. لا هو من فكره شجاع، انا شجاع عادي بتكسفش اقولها يعني. بس انا بالنسبه لي هو اللي احنا بنعمله في سكنة هو مهم لكل للانسان عامه. مش فارق بقى كل معتقدات هي معتقدات عامله ازاي، مش فارق انت مين، مش فارق الطبقه الاجتماعيه، كل ده في الاخر لما بتيجي اللحظه اللي فيها حاله الوفاه كلنا زي بعض. كل الناس زي بعض. بيفرق فيها ازاي هنتعامل مع الحته دي، على اختلاف الثقافات، على اختلاف الاديان، على اختلاف المعتقدات، مش فارق خالص كل ده. ازاي سكنة تقدر توفر الخدمات بتاعتها دي لكل الناس باحسن سيرفيس، تكرم فعلا الشخص اللي توفى، وتشيل من على العيله بتاعته واصدقائه كل الهم والعبء اللي بيكون ملوش لازمه. يعني في الاخر اللحظه دي هي لحظه فيري بيرسونال، واللي تكتشفيه انه الناس بتفضل فاكراها لسنين قدام. ازاي سكنة تبقى هي التراستد او الصديق اللي يعتمد عليه، وتحسيه الصديق اللي تقدري تعتمدي عليه في اي وقت يعمل كل حاجه ومن غير ما تحسي بيه. فده بالنسبه لنا كان مهم قوي ان احنا نفهم المسيحيين بيتعاملوا ازاي، المسلمين بيتعاملوا ازاي، جميع الناس عامه باختلافاتهم كلها، ايه اللي سكنة تقدر تقدمه علشان تبقى فعلا بتعمل الفيجن بتاعتها او بتقدم السيرفيس بتاعتها بالاكسبكتد كواليتي اللي هي لازم تعملها بيها. انا عايزه اقول لك بقى حاجه بتضحك، ان انا مامتي في وقت كنت بكونسلت انت ولو فيرم ومش عارفه كام حد في نفس الوقت كده، فماما كانت بتقول لي سامعاني اعملها سكنة، فبتقول لي بتشتغلي على ايه اليومين دول؟ قلت لها شركه تأبين الموتى. فقالت لي ايه؟ قلت لها صدقيني يا ماما ده بيزنس خطير، وانا بتكلم عليه كانه احلى حاجه في الحياه. يعني هي يعني مش فاهمه انا ليه اكسايتد قوي على حاجه ساوند اوف ات، يعني مش اللي هي مش اكسايتنج براند يعني. فالمهم في الوقت كده فرجتها الويب سايت والشغل اللي بنعمله كده، قالت لي يا فتحتي نفسي على الموت قوي. فانا فاكره بس انا فاكره الموضوع دوت ان احنا فعلا يعني من الاول كل حاجه معموله بتفصيل جامد قوي، بحيث انه يعني الاكسبيرينس كلها من اول ما تخش على ويب سايت لحد اخر دقيقه تديك سلام وراحه فعلا، تحس ان انت يعني في يد امينه.
عايزة أسألك آخر سؤال بسأله لأي حد، في محدش قال لي جاب الله إيه؟ محدش قال لي ان انا اقدر اعمل اللي انا عايزه. بمعنى ان انا مثلا كنت متربي في الكالتشر بتاعتنا العاديه. انت دكتور تطلع دكتور، انت مهندس باباك مهندس تطلع مهندس. فدايما احنا كان عندنا كده جزء culturally اللي هو ايه، امشي جنب الحيط، اعمل المعتاد. بس قعدت اعتقد ان انا في حياتي ابتديت ان انا اتعلم انه لا، على فكره مش لازم اسمع الكلام او اعمل بالظبط المعتاد، لانه مش لازم يبقى هو الصح او مش لازم هو اللي انا عايز اعمله يعني. فما كانش حد قايل لي كده، ابتديت اجرب. فكل مثلا ما اجي اعمل حاجه ممكن تلاقي النتورك اللي حواليا يقول مثلا انا هسافر من مصر اروح اشتغل في امريكا. ليه يا عم تشتغل ليه في امريكا ما انت قاعد هنا؟ طب انا هدخل الاول قبل حتى امريكا هدخل كمبيوتر ساينس. ليه يا عم تبقى دكتور زي اهلك هو تمسك العياده وبتاع، بعديها اسافر امريكا؟ لا برضه تسافر ليه وبتاع وانت قاعد هنا وجنبنا وجميل. بعد كده طب انا هنقل من جوجل لادوبي. ليه؟ ده جوجل خطيره. فدايما بلاقي انه اكشلي مش لازم اعمل بالظبط الاكسبكتد، وعندي الحريه ان انا اعمل اللي انا عايزه، وممكن اوجد سعادتي انا في اللي انا بعمله من غير ما الناس كلها تبقى شايفه ان هو ده الطريق المعتاد اللي الناس ممكن تروحه عادي.